طيب هنتكلم بعد كده عن الsolid discant dehydration. زي ما إحنا قُلنا إن أنا عندي أكتر من طريقة ممكن من خلالها إن أنا أعمل dehydration للغاز. واحد من ضمن الطرق دي إن أنا أعمل injection أو أعمل absorption عن طريق إن أنا باستخدم glycol أو ممكن أستخدم الميثانول في حالة إن أنا باعمل injection، وكذلك برضه ممكن أستخدم الglycol. طيب هل في طريقة أخرى؟ في طريقة تانية، والطريقة ديّة عن طريق إن أنا باستخدم حاجة اسمها الsolid discant. عبارة عن مجفف بيعتمد إن أنا باستخدم بعض المواد الصلبة اللي ليها قابلية إنها تمتص البخار بتاع المَيّة من الغاز. زي إيه مثلًا؟ زي السيليكا جل، وزي مواد تانية كتير هنقدر إن إحنا نتعرّف عليها في سلسلة الفيديوهات الجاية. طيب ده شكل لحاجة أنا ممكن أستخدمها، زي ما إحنا شايفين الشكل اللي قدّامنا أو المكعبات البيضا دي. الحاجات ديّة أنا ممكن أستخدمها بحيث إنها بتعمل لي إيه، تمتص لي الرطوبة من الغاز، وده اللي إحنا هنتعرّف عليه دلوقتي. يبقى أنا دلوقتي عندي حاجة اسمها الsolid discant. الdesicant اللي هو المجفف اللي هو الصلب ده بيقدر إن هو يعمل dehydration للغاز عن طريق حاجة اسمها الadsorption. وزي ما إحنا قُلنا قبل كده الadsorption معناها إن هو بيمتص المَيّة على السطح الخارجي بتاعه. طبعًا هو هنا بيقول لك إن الsolid discant نفسه كunit، طبعًا هي بتدّيني dew point أقل أو بتشيل لي مَيّة أكتر من الliquid absorption، ولكن التكلفة بتاعتها كبيرة، عشان كده أنا مش هاستخدمها إلا لو أنا عندي الموضوع critical ومضطر إن أنا أنزل بالdew point بتاعة الغاز بشكل كبير. طيب هل ينفع أستخدم الsolid discant في حاجات تانية؟ زي إيه مثلًا؟ زي ما إحنا قُلنا دلوقتي إن أنا محتاج إن أنا أنزل بالdew point بتاعة المَيّة بشكل كبير، وده نتيجة إن أنا باكون عايز أعمل liquefaction للغاز، محتاج إن أنا أبرّده، فلمّا هابرّده هيكوّن مَيّة، فأنا مش عاوز يكون أصلًا في مَيّة عشان لمّا هابرّده المَيّة دي ما تتكوّنش، عشان كده أنا محتاج إن أنا أزيل كمية كبيرة من المَيّة، وده عن طريق إن أنا باستخدم الsolid discant اللي موجود عندي. طيب في بعض الأحيان الأخرى ممكن يكون عندي sour gases، غاز بيحتوي على الH2S والCO2، برضه ممكن يكون الsolid discant في الحالة دي هيكون مناسب أكتر، لإن الliquid absorption عن طريق الجلايكول ممكن يحصل له مشكلة لمّا هيتعرّض لH2S وCO2. طيب الحاجة اللي بعد كده اللي هو برضه بيبدأ يتكلم عليها تاني هي الwater والhydrocarbon dew point. لو أنا محتاج إن أنا أنزل بالhydrocarbon والwater dew point، ففي الحالة ديّة هيكون أفضل بالنسبة لي إن أنا أستخدم الsolid discant زي ما قُلنا مرارًا وتكرارًا يعني. طبعًا في بعض الحالات الخاصة التانية هي لو أنا عندي الغاز بيحتوي على أكسجين، فلو أنا عايز أنزع الأكسجين ده، فبرضه الsolid discant هيبدأ إن هو يكون مناسب معايا. طيب الsolid discant dehydration بتُستخدم في الcryogenic plant. cryogenic زي ما إحنا قُلنا قبل كده إن أنا بانزّل درجة الحرارة بتاعة الغاز بشكل كبير جدًا، -100 و-150 تحت الصفر وأكتر من كده كمان. عشان كده أنا في الحالة دي أنا مش عاوز مَيّة تتكوّن عندي، عشان لو المَيّة اتكوّنت عندي هتكوّن لي هيدريت. يبقى أنا في الحالة دي محتاج إن أنا أعمل dehydration الأول، والdehydration دي هتخلّي لي الdew point بتاعة المَيّة قليلة جدًا، لدرجة إن أنا لمّا هابرّد ما فيش مَيّة هتتكوّن أصلًا. طب إيه الحاجة اللي بتنزّل لي الdew point بتاعة المَيّة أكتر وبتشيل لي كمية مَيّة أكتر من الغاز؟ هي الsolid desiccant. عشان كده الsolid desiccant بيكون مناسب في الcryogenic plant، اللي هو المصانع اللي أنا باعمل فيها إسالة للغازات، ماشي؟ طيب حاجة تانية برضه هو إن الsolid desiccant اللي أنا باستخدمه هو ممكن يعمل لي dehydration للغاز، وكذلك ممكن برضه يعمل sweetening للغاز. لإن الsweetening لو أنا عاوز أعمل sweetening للغاز هي برضه ممكن تتعمل بنفس الطريقتين اللي إحنا اتكلمنا عليهم قبل كده، اللي هي يا إما الabsorption يا إما الadsorption. الabsorption اتكلمنا عليها قبل كده، وقُلنا إن إحنا بنستخدم حاجة اسمها الأماين، والأماين ده شبه الجلايكول بالضبط بيمتص الH2S والCO2. طب هل في solid desiccant ممكن أستخدمه عشان يشيل لي الH2S والCO2؟ إيه هو؟ برضه نفس النظام السيليكا جل والactivated alumina والكلام اللي إحنا هنتكلم عليه دلوقتي. يبقى أنا دلوقتي عندي 3 تصنيفات للsolid desiccant اللي هم التجاريين اللي موجودين في السوق عندي بكترة. إيه هم ال3 دول؟ أول حاجة هو الألومينا. الألومينا ديّة بتكون عبارة عن الأكسيد بتاع الألمونيوم،
بيكونوا عبارة عن كريات كده صغيرة، باقدر إن أنا أستخدمها كdesiccant بالنسبة لي. طب إيه تاني؟ السيليكا جل، السيليكا جل هي عبارة عن silicon oxide يعني أكسيد السيليكون، برضه عبارة عن كريات صغيرة كده شبه البلي، بتمثل عندي إنها بتكون adsorbent يعني مادة بتمتص البخار بتاع المَيّة. الحاجة التالتة عندنا هي الmolecular sieve، الmolecular sieve هي عبارة عن aluminum silicate، الaluminum silicate بيتقال عليها molecular sieve أو بيتقال عليه الzeolite. يبقى أنا دلوقتي عندي أكتر من option ممكن أستخدمه بحيث إن أنا أعمل dehydration للغاز، سواء أستخدم الألومينا، يا إما أستخدم السيليكا جل، يا إما أستخدم الmolecular sieve.